ثورة حتى النصر، الشعب يريد إسقاط النظام، الوصية، اخص عليك. مجموعة من الأشعار ومجموعة أيضا من المقالات تحت عنوان عيد ميلاد سعيد يا مصر، مين ما يحبش حسني مبارك، عزيزي لو من ترى، أكتب اسمي فين. كلها محاولات جادة لكاتب مبدع بدأ الكتابة من سن مبكرة واستمر في الكتابة على النت وفي العديد من الإصدارات الصحفية من الدستور واليوم السابع، وهو في البداية طبيب بشري، طبيب أمراض قلب. معي ومعكم على الهواء مباشرة الدكتور محمد أبو العز الكاتب والشاعر. دكتور محمد، اهلا. ازيك؟ الحمد لله. اهلا بحضرتك. يعني عادة الوجدان عندك من القلب كطبيب قلب، وفي نفس الوقت انت بتطلعه في الكتابة. أكيد. يعني المسألة بتلعب على المشاعر على الناحيتين. ازدواجية، يعني هو من ناحيتين بصراحة، لأنه أهم حاجة إن اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. هو ده اللي ده الخطي في الكتابة يعني. طيب ازاي حسيت المسألة دي من الكتابة على النت؟ يعني ردود الفعل للناس اللي بتتابعك على اللينك بتاعك على النت. والله الحمد لله، يعني المقالات اللي كانت بتنزل على المواقع سواء الدستور الأصلي أو اليوم السابع، اللينكس دايما بتبقى على الفيسبوك، أو الفيديوز بتاعت الكليبات اللي أنا بعملها وبنزلها قصايد يعني. بعملها زي مونتاج وإخراج بسيط كده وبنزلها على اليوتيوب، والحمد لله بيبقى في فيدباك كويسة من الناس الحمد لله. طيب مين ما يحبش حسني مبارك؟ الاسم نفسه ملفت، يعني في يعني الى حد كبير استنكاري او في استفهام. بالظبط. جالك الفكره ازاي؟ والله الفكره جات لي منه كتر الناس اللي قالت احنا اسفين يا ريس، واحنا بنحب حسني مبارك، والناس اللي طلعت في المظاهرات وبتاع. انا سالت سؤال منطقي جدا بس بطريقه تانية. هو مين اللي المفروض يحب حسني مبارك؟ اقرب الناس ليه والناس اللي استفادوا منه، عيلته، ابنه جمال مبارك، سوزان مبارك، زكريا عزمي، كل الناس اللي كانوا حواليه. الناس دي ما حبتوش. ازعم ان الناس دي ما حبتوش، لان اللي بيحب حد عايز مصلحته الحقيقيه. فلو حد منهم كان قال له يا ريس احنا بنحبك بس احنا عايزين مصلحتك، فانت عملت كذا كذا غلط 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 غلط، البلد بقت كذا كذا كذا، الشعب بقى فيه كذا وكذا، الناس حالها كذا، الناس دي كانت هي المفروض تحبه، وكانت هي المفروض تقول له كده. لكن مش مفروض اهالي الشهداء وانا وكل الناس اللي تحبه. فمن كانوا هم اولى بالحب كانوا اهل الجفاء، فما ينفعش اطلب الحب من حد ما كانش هو المفروض اللي يحبه. الفكره جميله دي، كانت عنوان مقال للدكتور محمد ابو العز. طيب انا شايفه الاسماء كلها عيد ميلاد سعيد يا مصر. انا قلت مين ما بيحبش حسني مبارك، عزيزي لو من ترى، اكتب اسمي فين، ثوره حتى النصر في الاشعار، الشعب يريد اسقاط النظام. تاثرك الشديد بالثوره المصريه واضح جدا في كتابات عديده للدكتور محمد ابو العز. اكيد. احنا طول عمرنا عايشين في مصر في شعور دفين وخفي بالاحباط من الاحوال اللي احنا بنشوفها. يمكن اللي بيكتب او اللي بيبقى اكثر حساسيه مثلا او قدره على التعبير من غيره، فبيبقى موجوع قوي باللي بيحصل. لذلك يعني الثوره اشعلت فينا ربة شعر من تاني. طب انا عايز اسمع اشعل فينا الثوره بس بطريقه تانية، ان احنا نفكر في الثوره الحقيقيه اللي احنا عايشينها دلوقتي في مصر. احنا عشان نعرف احنا عايزين ايه من بعد مصر بعد الثوره، نعرف مصر قبل الثوره. صحيح. الوصيه دي قصيده بالعاميه المصريه من قبل الثوره، كتبتها قبل 25 يناير بكتير. نسمع. الوصيه: ليه يا بلدنا يا غاليه عليا، ليه تصبح يا بلدنا وصيه، واللي بياخد حقه يا بلدي بس يا دوب 1%. كل ما واحد يوصل منصب يبني لنفسه حصانه قويه، علشان يعني نلخبط مره محدش يعرف بالعمليه، ونحوش له كام مليون تبقى حكايته حكايه عاديه، ونعداهم لبنوك بره ننسى الموضوع بعد شويه. لا وكمان في حاجه يا بلدي، لاجل تكوني بجد وصيه، اي مكان جواكي ورثته حق طبيعي 100%. مثلا يعني ابن الضابط لو كان شرطه او حربيه لازم يطلع بالدبابير، ما يهمش لو أزعة شويه. وابن الاستاذ جوه الجامعه لازم ينجح بالتزكيه، عالدفعه راح يبقى الاول مهما ذاكرت يا حسره عليا. حتى الفن صباح يا بلدنا برضه وراثه ودي النظريه، يعني كتابه شعرك مثلا او حتى كتابه اغنيه، والتمثيل طبعا في الاول، بنت فلان احسن مش ديه. والموهوب في اي مجال لو مش فيه الحته دهيه يبقى خساره كان غيره اشطر، راح في القاوت ومالوش ديه. لا ولسه ولسه ولسه، شوفي يا بلدي وعدي عليا، من دلوقتي لغايه بكره او من هنا للجمعه الجايه، حلوه يا بلدي وانا غلطان لك، انسي يا حلوه الحق عليا.
جميل يا محمد. الشعب يريد اسقاط الوصيه. اكيد مش عايزينها اكيد بعد الشعب 25 يريد يناير. اسقاط النظام والوصيه. نسمع الشعب يريد اسقاط النظام، دي كتبتها بعد طبعا 25 يناير بعد طبعاً 25 يناير في احداث الثوره. كتبتها في يوم كنت في ميدان التحرير. مم. الشعار والهتاف ده سحري. طبعا. انا فرحان لما بسمعه لسه دلوقتي لحد دلوقتي في دول عربيه تانية. واحد صاحبي اتصل بيا من دوله عربيه بيقول لي يا عم ابني الصغير في البيت عمال يقول الشعب يريد اسقاط النظام. يعني مصر هنا ده اللي حصل. فانا حبيت اقول الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد اسقاط النظام. الشعب يريد يبطل كلام. الشعب بيصرخ بكل اللغات انا المصري حقي اعيش باحترام. إذا الشعب يوما أراد الحياة ولكن نظامه بيرفض نداه ولسه مصمم يطرقع قفاه هيزعق وينده شبابه الهمام. الشعب يريد إسقاط النظام. هيرفض يطاطي ويحني له راسه ولا يعملش خدوده مداسه ويختار رجاله ويلهب حماسه ويرفض يبعبع شوية كلام. هيفضل يحارب ويعمل له ثورة، يحارب يناور ويحبط مؤامرة، يلم الأيادي في جلسة مشاورة ويرفض يطبع ويعمل سلام. الشعب يريد إسقاط النظام ويصدر بيانه لكل اللي سامع ويرفع كرامته فوق المدافع ويحلف بدمه في كل المواقع على صدر حبك ده أرفع وسام. الشعب خلاص أسقط النظام. جميل يا محمد. انفعالك بالاحداث، يعني خليني اقول بعد 25 يناير، هل انت حاسس ان في حاجات كتير بتحركك كمبدع على مستوى الكتابه اختلفت تماما عن قبل احداث 25 يناير؟ اكيد. حتى في الكتابه الساخره بالذات، يمكن زمان كنت بكتب بنوع من المراره. السخريه كانت سخريه استنكاريه، انه انا فعلا مش عاجبني اللي بيحصل بس في احباط. لكن دلوقتي اكيد عندي امل ان شاء الله مصر بتتغير. عايزه احس الاحساس دوت بكتابتك. ايه اللي كتبته وفي استقراء للفتره الجايه؟ حتى لو قول لي اسم مقال مثلا كتبته، ايه الحاجه اللي انت حسيت ان فيها نوع من قراءه مختلفه لمصر بكره؟ مصر بكره اكيد احسن. لما كتبت عيد ميلاد سعيد يا مصر كان هو بمناسبه عيد ميلاد حسني مبارك برضو، لكن انا ما عادش يهمني اشخاص. ما يهمنيش حتى مين الرئيس الجاي. اللي يهمني انه البلد هيبقى فيها نظام، فيها دستور، فيها شعب بيتغير. في امل انه مصر بعد 10 سنين وبعد 20 سنه هتبقى احسن من تركيا اللي احنا بنتمنى نبقى زيها دلوقتي، احسن من ايران، احسن من دول كتير قوي سبقتنا، او ماليزيا. يعني ماليزيا كان عندها ثوره ونهضه عظيمه. ليه مصر بعد 10 و20 سنه ما تبقاش احسن منها؟ ازاي ده ممكن يحصل في اعتقادك؟ بينا، بحسك كده. بالناس. محمد، الكتابه عن طريق النت فتحت ابواب كثيره جدا لكثير من الشباب المبدعين، ويعني اثرت المسافه، ويعني خلت الناس تتغلب على فكره الطباعه والنشر والسكك اللي احنا عارفينها الى حد كبير. الى اي مدى شايف انك انت قدرت تخلق حاله جماهيريه على النت عن طريق كتاباتك؟ والله هو يعني يمكن ما وصلتش لحاله جماهيريه لسه. ان شاء الله اتمنى اوصل لها، لكن الفيسبوك واليوتيوب بصراحه شيء مبدع مذهل. يعني انه الناس بتتواصل معاكي، بتشوف الكليب اللي بنزله بيبقى فيه ردود افعال، ده عاجبه النقطه الفلانيه، ده مش عاجبه. التواصل بين يعني المبدع او الشاعر والمتلقي حاجه جميله جدا. تبادل خبرات ايضا. اكيد. اشعارك عملتها كليبات؟ في كليب اخص عليك ده على اليوتيوب. في ثوره حتى النصر ده برضو القيته على المسرح على احد المسارح، يعني موجود. في عبله وعنتر. في مجموعه الوصيه برضو موجوده. طب ما نسمع حاجه منهم تاني، من الحاجات غير الوصيه. احنا سمعنا الوصيه والشعب يريد اسقاط النظام. نسمع حاجه ممكن تانية. نسمع عبله وعنتر. بس عبله وعنتر في القرن ال21. في القرن ال21. على قصه اجمل حبيبين يا ما سمعنا زمان حواديت، على عنتر عبس المغوار فارس شاعر عالي الصيت، وحبيبته عبله الاموره اصل وعز وعيله وبيت. بس خلاص الحال اتغير، شوفوا معايا وقولوا يا ريت. عبله بتصحى الساعه 12، عندها بعد الظهر عياده، وقالت له حضر لي فطاري والغدا برضه زي العاده، وما تنساش يمكن اتاخر جهز اكل لسوس وغاده، وان معرفتش تعمل حاجه انده للست ام حماده. ما هي عبوله بقت دكتوره
زي الشوك في الورد لطيفة. وسعنتر قاعد في البيت بيدور مش لاقي وظيفة، عايز واسطة عشان يتعين وما فيش عنده ولا تعريفة علشان يدفع له المعلوم وجيوبه زي الصيني نظيفة. عنتر واخد أعلى شهادة بس الدنيا معندة معاه، مرة يلاقي و20 لأ شغلة في أي مكان يلقاه، علشان كل وظايف الدنيا طالبة مؤهل مش وياه إنه يكون أمورة وحلوة وشعرها في الكوافير عاملاه. رجعت عبلة بتشخط فيه، لسه الأطباق مش مغسولة ولا خلصت غسيل ولا غيره ولسه هدومي كمان مبلولة. دخلت جوه المطبخ شافت إن البامية مش معمولة، راحت نادها انت يا نيلة هي ايديك الاتنين مشلولة. وقعد عنتر يندب حظه وهو بيغسل في الملايات، بيقول فين أيامك فين، يتحسر على كل ما فات. لما الراجل يدخل بيته تقف العيلة بحالها ثبات، ده الستات أصبحوا رجالة والرجالة بقت ستات. يا ربي احنا لا عايزين كده ولا عايزين كده. محمد، انا بختم اللقاء، أنا يهمنا قوي نعرف الناس توصل لك ازاي عن طريق النت، اللينك بتاعك ايه؟ انا في الفيسبوك محمد ابو العز، محمد ابو العز، محمد MOHAMED ابو العز ABOELEZZ او ابو العز بس. جميل. أنا بشكر الطبيب البشري والكاتب والشاعر محمد أبو العز، ومزيد من التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، ربنا يخليكم وأشكركم على الفرصة دي. شكرا. مشاهدينا، إلى هنا نصل لنهاية هذه الحلقة من ثقافية كافيه. كان معنا مزيج من المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحالات الخاصة جدا. شكرا لكم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء مع فريق عمل جديد وحلقة جديدة من ثقافية كافيه.